الملاعب الاخرى. نعم. حتى الكل انه يتساءل لماذا، يعني الطنجاويون يتساءلون لماذا كان الاشغال يعني متسارعه في الرباط وبطيئه في طنجه. هذه الاسئله، ولكن كانت هناك ايضا ربما مجموعه من الامور اللي كانت موضوعه. اولا عندنا على مستوى المناخ ديال مدينه طنجه، حنا كنعرفوا بانه مناخ يعني ما بين المحيط الاطلسي وما بين البحر الابيض المتوسط، على مستوى الرياح، على مستوى الحراره، على مستوى حتى الامطار، تهطل الامطار الى غير ذلك. هذه كانت تعيق سير عمليه الاشغال، هذه واحده. ثانيا ثم هناك في العمليات اللي لتنصيب هذه الهياكل الفولاذيه وايضا حتى هذه القماشات، لان هذه الشركات اللي كانت تصنع هذه كتجينا من المانيا. باش ما ننساوش، لانه ملي كتعمل التعاقد ديالك مع الشركات الالمانيه في هذه المعدات هذه باش تجيك راه خصها بواخر وخصها تدخل للميناء، من الميناء خصها وقت، يعني هذه الامور خدت هي وقت. ولذلك راه ما كانش الوالي الجهه ديال طنجه تطوان والحسيمه سي يونس التازي كان يعني في ذيك الوقت كان صارما. لا قبل 3 أشهر كان يتساءل لماذا الاشغال يعني بطيئه بشكل يعني غير لا يستوعبه الطنجاويون اصلا. ولكن بعد تدارك الامر، بعد يعني بدات حنا شفنا من ذيك اليوم اللي كنحضر فيه هو والمسؤولين الموحدين من وزاره الداخليه الى ذلك، وايضا حتى من الناس الشركه اللي سالني كانوا حضروا وعملوا واحد المأدوبه للعمال باش تعطات الوتيره ديال الحماس، وبدات العمليه ديال التسليح. ومن بعد ذلك فؤاد قبل ما غادي دوز يعني الصفحه الاخرى ديال الملعب، ما نساوش الزياره ديال انفانتينو اللي كان مشى لتماك خدا صور وقال بالحرف، قال لك انا اتواجد في تحفه عالميه ابهرتني كما ابهرت في ملعب مولاي عبد الله وملعب يعني الفاس والى غير ذلك. وتتذكر معي قبل 3 أشهر في شهر يوليوز كانت لجنه من الكاف قد اتت الى ملعب معاينه وقوف على اخر تطورات والاشغال. كانوا كيقولوا بانه راه الاشغال غدا متقله، حنا غادي نعودوا بعد 2.5 شهور لنرى مدى التطورات، لان خصنا نسلموا الملاعب في وقتها. وكتعرف هذه اللجنه ديال التفتيش انها لا يعني ما كتسهلش مع هذه الامور. وفعلا مشات العمليه سميتو يعني بحال نقولوا المسؤولين ولكن خداو بالامر على تعبأ الجميع من اجل انه باش حتى لا من السلطات ولا الشركات المختصه بهذا المجال خدات، لانه حتى كانت الايادي العامله قليله، ماشي بحال الشكل اللي كنت 3000 عامل. ماشي فؤاد نشوفوا 3000 عامل. وهنا بالنسبه لنا قلنا 65000 ربما يوصل 70 حتى 75000 متفرج زميلي يجوا ماشي 65000 هنا ربما طلعت الكوطه. نمشيو دابا الان باش نوصلوا لهذا الديزاين، نوصلوا لهذا اللاماكيت. ها هي لا سير زيد باقي هذه زين. هذه صوره ليليه. هي خدينا هذا النموذج، ولكن ها هو الان في نهايته، المراحل النهائيه ديالو خدينا ليليا يعني ليلا باش نشوفوا حنا بالنسبه ربما تعطينا الاضاءه الواجهه الخلفيه ديال الملعب باش نشوفوا مدى التاثير ديالها ومدى الجوده، ولكن فقط هذه غير اناره ديال عاديه ديال المحيط ديال الملعب، وليس الاناره ديال الملعب، وليس الاناره الداخليه. حتى الداخليه انت كتشوف ما كاين شيء فيها، ولكن انت كتشوف الحمد لله لا الواجهه الخارجيه اكتملت على مستوى التغليف بشكل كامل، وايضا حتى بالنسبه للسقف اللي غادي نجيو له دابا الان بشكل تدريجي. ها هو الان يعطينا الصوره النموذجيه. هذه نهاريه في النهار. حدثنا هذه شكون هذه الصوره ديال ذكرني بالصوره. المهم حنايا شوف حنا قلنا التحيه ديال رباط المعرفه والمحترف الى غير. بالفعل شو تشكرا لنا اليوم. هذه بعطتنا صوره فوقيه باش نشوفوا اين وصلت الاشغال ديال المستوى ديال التسقيف، لان هي الاشغال المتبقيه الان وعلى مستوى مدارات ديال المحيط الخارجي ديال الملعب اللي ما شاء الله اكتمل بروعه بواحد الشكل هندسي رائع، حتى انك ترى يعني الاضواء والاناره وايضا حتى التبليط يعني الارضيه بالزليج والرخام الى غير ذلك. فبدات العمليه ديال يعني اتمام هذا التغليف. هذا التغليف زميلي الجلول راه ياخذ وقتا طويلا بالفعل، راه تقريبا ما يقارب 2 شهور هما خدامين يعني في العمليه ديال التثبيت، لانه هذه العمليه راه خصها واحد الدقه متناهيه. اول حاجه من الحفاظ على اولا على وضع شبكات معينه. اول حاجه في الاول عادي ياتي في المطاف ها هي الشبكات الخضراء ثم كاين البلوسيال الى غير ذلك، يكون هذه شبكه اولى عاد كتجي
الشبكه الاولى كتسمى خامات او لا قماش اللي غيمكن يحمي السقف مثلا من الامطار ومن الحراره والى غير ذلك. وايضا حتى بالنسبه للاشتغال الان في هذه العمليه دي راه كاين عمال هما كتشوف هنا العمال هنا يشتغلون في هذه العمليه دي من اجل تسويه هذه الامور دي باش النزول يسهل العمليه ديال انسياب الامطار على خارج الملعب وليس لداخل الملعب. ثم هذه العمليه اللي باقا هي هنا كاين فؤاد باقا شي 12 قطعه تما. هنا 12 قطعه انا كنقول هذو هما القطع العموديه. العموديه هي اللي كتغطى وهي اللي كتاخذ. دابا الان هي دي على المشارف هذه الصوره ديال اليوم، ولكن انا كنقول بقات 1 2 3 4 5 6 7 انا 8 9 10 11 تقريبا انا خليت ما يقارب 12 اللي باقي 12 قطعه 48 قطعه 48 قطعه من هذو ماشي 80% كلهم مكتملين في سميتو على مستوى الشد ديالهم وعلى مستوى التثبيت هاد الخامات على مستوى السقف. هنا غادي دينا هذه العمليه هذه ما بين تقريبا ما غتكملش اسبوع، ما كملش اسبوع ان شاء الله باش غيكتمل الغطاء الافقي او يعني العلوي ديال الملعب اللي غادي يتم بشكل رائع. وايضا فؤاد ما نساوش بانه كاين هناك يعني الاعتماد على طائره بدون طيار للتنظيف ديال القماش. يعني هنا في بغيتك يعني تقرب المشاهدين الكرام على هذه العمليه هذه لان ربما هي سابقه يعني. بالفعل وهذه الجوانب التقنيه لان دابا الان هي الان يعني كنقولوا الدرون هي الطائره بدون طيار وهي اللي كتعمل العمليه ديال التنظيف بالرش. لان هنا هذه الطائره بدون طيار عندها واحد الوسيله ديالنا كان تربط بواحد بحال نقولوا واحد انتويو اللي كيدوز فيه الماء وكيكون كيسهر عليها مشرف هو اللي كيقود ديك الطياره من الفوق وكتقوم بتنظيف وغسل القماش من الغبار وايضا من الاوساخ وايضا حتى التجريب عمليه تجريبيه كتعمل المياه باش كتشوف الامور واش هناك تسريبات مياه المقاعد او لا. ولكن هنا انا اشد بالحراره على هذه العاملين اللي ما شاء الله انهم بالخطوره اللي في الاعالي ديال الملعب وسميتو في حتى المساله ديال الاربطه ديالهم ولكن يخاطرون بحده ولكن هم مألوفين مع هذه الاجواء هذه. ولكن العمل ها هو كيبان وكيعطينا الصوره النموذجيه اللي قد قربت النهايه ديالها باش تكتملنا يعني صوره ديال لاماكيت اللي قلنا. هذا فؤاد هنايا على مستوى المدرجات شوف الرونق والجماليه ديال الملعب كيفاش كتبان يعني تصميم هنا هذا تحفه عالميه. هذا الملعب هادشي الملاعب العالميه يعني لا ولكن هذا وصف الناس كيقولوا هو ثاني ملعب في العالم بعد ملعب ماراكانا البرازيل من نفس النموذج من نفس هو ان كان والاخرى الملاعب الاخرى كانت هذا نموذج انجليزيه. لا هذه النموذج الانجليزي هو الملاعب المصغره بحال الحسن بحال البريد هذه الملاعب كتبان ملاعب انجليزيه وهذه حيت عندها الساعه كبيره ساعه كبيره وحتى بالنسبه راه كتشوف راه بحال كتقول كامب نو على مستوى المدرجات ولكن على مستوى الهيئه اللي كنقول التغطيه ديالها بالشكل هذا اللي كاين هو الملعب ديال ماراكانا ديال البرازيل بالشكل ديالو بشكل حتى ديال الان هذاك ملعب ماراكانا ديال البرازيل ولكن راه ملعب طنجه بالسواعد المغربيه. هي تنقول لك هما يشبهون حنا نمشيو بالتشبيه ولكن هذا مقام بايادي مغربيه سواعد مغربيه شوارع مغربيه معدات وان كانت بعض المعدات تاتينا من اوروبا ماشي مشكل ولكن ها الصوره هي اكبر عمل على اننا كتشوف اليوم الجمهور المغربي يرى له ملعبا راقيا بنفس ملعب الضخامه ديال المركب الامير مولاي عبد الله. الان هي الامور تنتهي على مستوى مشارف المدار ديال اللي بقات هذه المشاغل. انت كتشوف العمال باقي الان هي تم ترصيف وتبليط هذه المدارات هذه عاد غيتم الاداره ديالها او الصداره ديالها بالجسد سميتو. يبدو ان الملعب جاهز يعني على مستوى الداخل يعني كيبان لي كل شيء مركب كل شيء في مكانه. الارضيه الملعب باينه واضحه يعني راه زربيه. دابا شنو بقى؟ شنو اللي بقى هذه غير جزئيات. قلتي في الحديث ديالك ان انفانتينو ملي كان مع الزياره مع فوزي القجاع وايضا حتى الوفد اللي معاه ابهره الملعب. هذه في ذيك الوقيته اللي دخل فيه وشاف وكانت الاشغال مازال نزل حتى قل الاشغال نزل حتى الرقعه الارضيه. ما بقاتش الاشغال راه الاشغال الصعبه كلها مسالسلات راه بقات غير الاشغال الخارجيه. اليوم راه ما بين انفانتينو فالجهد ما يقارب شحال تقريبا شهرين هكا. لا اقل من ذلك. غير مده شهر غير مده شهر زميلي جلول. راه اليوم المدار ديال الملعب
على مستوى الجنبات والمداخل الى كل تم التبليط وتصفيه الارضيه الى ما ذلك، داخل بحال انك داخل قريه اولمبيه، ماشي فقط الملعب، راه كل المدرات المرتبطه والمواقف ديال السيارات الان هي في التطور في الانجاز ديالها، حتى هذه الامور هذه انتهت. اذا ما بقات الا ايام قليله. شكون يقول لك هو دابا انفانتينو لا راه نتفاجئوا، هو راه ما عرفش، عطانا تصريح في المنتخب وعطى تصريح للوزاره الاعلام. تفاجئ ملي شاف الملعب كيفاش تبنى وكيفاش تصاوب والتصميم الهندسي وهذا التصور التحول اللي وقع عليه الملعب، وراه ما فهم والو. راه بالفعل وهذا هو ملي كيقول المغرب. وكانت رساله فؤاد، اسمعني، كانت رساله واضحه من انفانتينو ورساله الى العالم والى افريقيا تاكد لهم بانه المغرب واجد لكل تظاهرات استحقاقات، سواء على مستوى كاس افريقيا سواء على مستوى كاس العالم. قولا وفعلا بالفعل. هذا اللي ما كيجيش هو غادي يعطينا وشاح ولا لا كيزين الصوره ديالنا. حنا نشتغل وعندما ياتي يرى الامور امامه من الواقع، ما كيشوفش انه في الماكيتات كل شيء كما يعتقد البعض. يقول بانه راه المغرب راه عنده تسوير ماكيت، ما عنده حتى حاجه، ما عنده بنيه تحتيه، وكانوا هددوا المغرب بانه الكاف بانه ربما خصها تحيد له الكاس الافريقيه وتعطيه البنيه التحتيه ديالو. كل شيء هما لا يرون لا شيء، ربما يتصورون هذه الاشياء ويرون الحقيقه ويكذبون على الناس. لذلك لا داعي للامور. فانفانتينو اعطى مؤشر صادق على ان المغرب بلاد المنجزات وبلاد التحديات وبلاد الانجازات وايضا التحديات. نعطينا الصوره.